السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا طريقة تحضير الشباكية مع طريقة التشباك ديالها. غادي نشوفوا جميع المراحل ان شاء الله. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج نص كاس ديال الخل، كاس ديال المزهر، كاس ديال الزبدة مذوبة، كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة، تقدروا ديروا فقط زيت المائدة، كاس ديال الزنجلان اللي حمرته واحد شويه قبل ما نطحنو مزيان، وكاس ديال اللوز مطحون. غادي نحتاج معلقه مخلطه ما بين النافع البلدي وحبه حلاوه، معلقه صغيره ديال الخميره، ومعلقه كبيره ديال القرفه، وخماره ديال الحلويات ديال 8 غرام. كيلو ديال الدقيق زدت عليه المعلقه اللي مخلطه بحبه حلاوه والنافع البلدي. غادي نزيد القرفه، وكاس ديال اللوز مطحون، كاس ديال الزنجلان مطحون، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده مذوبه. غادي نخلط المكونات مزيان حتى كيوليو ليا بحال هكا، وما كنستعملش المكونات دابا حتى اليوم الموالي. النهار اللي من بعد غادي نحتاج كاسرونه غادي ندير فيها كاس ديال المزهر، بالاضافه الى نص كاس ديال الخل، وغادي نزيد ليهم جوج باكيات ديال الزعفران، وغادي نخليهم يسخنوا شويه في البوطه. من بعد خديت المكونات اللي باتوا ليله كامله، زدت ليهم خماره ديال الحلويات 8 غرام، معلقه صغيره ديال الخميره درت حبيبات تقدروا ديروا معجونه، وضفت ليهم المكونات اللي كانوا كيسخنوا على البوطه. غادي نعجن المكونات مزيان، وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا تقدروا تزيدوا كذلك الماء حتى كنحصل على عجين بحال هكا. غادي تكون قاصحه شويه. غادي نقطعها لربعه ديال الاجزاء، هكذا كتجي العجينه كيف ما كتشوفوا معايا. درتهم على شكل كويرات وغطيتهم بالبلاستيك. من بعد كناخذ كل كره وكنحاول انني نطلقها شويه بالدلاك. من بعد كنطويو العجينه ديالنا من جوج ديال الجهات وكنطلقوها شويه بالدلاك، وكنعاودو نطويوها جوج ديال الطويات. غادي نستمر بنفس العمليه مع جميع الكرات وغادي نغطيهم بطبيعه الحال. من بعد خديت العجينه وبقيت كنطلقها مزيان، وقسمتها على 3 ديال الاجزاء. ومن بعد كل جزء قسمته على جوج ديال الاجزاء، هكذا باش كيسهل علينا اننا نطلقوا العجينه. من بعد كنطلقها شويه بالدلاك وكندوزها في الماكينه ديال الشباكيه وكنقطعوها. بالنسبه للطريقه ديال التشباك اللي كندير انا كندير 4 ديال الشرطات كيف ما كتشوفوا معايا، 1 2 3 4، وعاد كنقطع الطرف. ودابا غادي نشوفوا الطريقه ديال التشباك. كيف ما كتشوفوا كيجيوني 5 ديال الشرائط، كندير الشريط الاول على الشريط الثالث، وكنهبط الشريط الرابع، وكندير الشريط الخامس من تحت الشريط الثالث، وكنقرصها من التحت مزيان باش ما كتحلش لينا باش كنكونوا كنقليوها. ومن بعد غادي نقرصها في الجنيبات مزيان كيف ما كتشوفوا، وغادي نستمر بنفس العمليه مع جميع الحبات. فبالنسبه للناس اللي ما وضحاش لهم الطريقه تقدروا ترجعوا الفيديو وتعاودوه بزاف ديال المرات، وتقدروا تخدموا الشباكيه وانتم كتشوفوا في الفيديو باش هكا تطبقوها ويسهل عليكم انكم تجيبوا التشبيكه كما هي. فهاد التشبيكه كتجي زوينه بزاف وسهله، يعني خاصكم شويه ديال التركيز، راه سهله بزاف. من بعد في مقله درت الزيت وخليتها حتى كتسخن مزيان، وكنبقاو نديرو الحبات ديال الشباكيه. كنديرو من الحبات اللي صوبناهم قدامين، يعني اللي صوبناهم في الاول وحنا ماشيين حتى كنساليو الشباكيه كامله. فاش كيبانوا لينا بداو يتحمروا غادي نقلبهم. دابا اللون ديالها كيبان صفر بزاف غير مع الفلاش.
من بعد ما كتقلى الشباكيه وكطيب من الجهات بجوج كتحمر لينا، غادي نهزها بالصفايه، غادي نصفيها من الزيت وعاد غادي نديرها في اناء اللي فيه العسل. بالنسبه للعسل خاصو يكون بارد مزيان، والختوريه ديالو هكا كتكون. راني فات لي وريتكم طريقه التحضير ديال العسل، بالنسبه للناس اللي ما شافوهش غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وغادي نخليو الشباكيه تعسل مزيان. من بعد غادي نهزوها ونديروها تصفى مزيان من العسل، وكنرشوا عليها الزنجلان، وهذا هو الشكل ديالها. كتجي زوينه بزاف وكتجي هشيشه ورائعه. كنصحكم انكم تجربوها. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه.